اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تشوفوا اليوم فطورنا ملوخية نودكم ولا نشهيكم، ومعاها خبز في الدار عملته. مرحبا بكم في القناة، مرحبا بالناس القدام والناس الجداد. كما تشوفوا ما شاء الله كل شيء يشهي. إن شاء الله نودكم بالروسيت. عندنا 4 مغارف، يعني ما قيمته 100 جرام ملوخية. أنا ما حبيتش نحط طول، حبيت هاكا نوزن معاكم. كما قلنا ما يعادل 4 مغارف معبين، إذا كان مش معبين نحطوا 5 مغارف. باش نحطوا الزيت، شوفوا انا كيلت لكم بالطاس هذايا نورمالمون موجود عند اغلب الديار. هاكا اللي يحبها مزيته يحط كاس ناقص 2 السوابع، واللي يحبها ماهيش مزيته يحط كاس غير ربع من هذاك، تجيه بالضبط. نخلطوها على توا ماهيش محطوطه، راهي على الغاز، ما حطيناهاش على النار، جوست باش نحلوا الملوخية في الزيت كما تشوفوا بالطريقة هذية. وبعد ان شاء الله نحطوها على الغاز بعد ما نكملوا. يعني ما تبداش فما البودر متاع الملوخية، لازمها كلها تتخلط في الزيت بالكدا ومن بعد نحطوها على الغاز ان شاء الله. داكوغ، بعد ما عملناها هذيك الكل حطيناها على الغاز على نار هادية ونقعدوا نحركوا فيها، رانا ما نخليوهاش على نار قويه. وعليش خاطر باش ما تتحرقش، وكي تتحرق راهي تسيب المراره متاعها. خليناها كما شفتوا على نار هاديه، جوست هكا يبدا يسخن الزيت في الملوخيه. توا في المرحله هذيا نصبوا الماء، يعني ما نخليوهاش. انا توا 100 جرام عندي إترتين غير ربع ماء. نصب لها الماء ونحركها بالكدا ونخليها تطيب. انا هذا الكل نعمله قبل بليله، يعني مثلا 7 متاع العشيه نحطها تطيب حتى 9 متاع الليل، وبعد نطفي عليها الغاز ونرقد، والصباح ان شاء الله نكمل البقيه. دونك في نفس الوقت اللي ركبت فيه الملوخيه حطيت فيه اللحم هكا باش نفوحه، حطيت شويه ثوم، هريسه عربي تابل، فلفل اكحل، الملح كما تشوفوني راني ما حطيتش. الرند هاني باش نقلو نحطه في الملوخيه، في النحاسه نتاع الملوخيه، ونكمل نخلط المكونات. ما حبيتش نحط لهم لا ماء لا حتى شيء، علاش خاطر انا باش نبيتها في الفريجيدير ونحبهم يقعدوا شايحين. يعني كما قلنا الملوخية نخليها ما يقارب 2 ساعة تطيب على نار هادية، وبعد طفيت عليها الغاز. اليوم في الصباح شعلت لها الغاز، حطيت اللحم يطيب فيها، يعني بعد 2 ساعة بالضبط نحط اللحم يطيب. حطيت اللحم يطيب فيها مع الفحات متاعو، ونغطي عليها ونخليها تطيب هكاكا زادة مدة 2 ساعة على الأقل. يعني كي طابت وليت هكا تبقبق، هاني حطيت فلفل جرينات، فلفل أخضر، ونستنيهم 5 دقائق ونطفي عليهم الغاز. في المرحلة هذه قلت نعمل شوية خبز معاهم. هذا باكو سميد الفينو الرقيق، حطيت بالكيلة هذية. راهو الخبز تنجموا تعملوه سميد صافي، تنجموا تعملوها فرينة صافية، تنجموا تعملوه مخلط، يعني الحرية الكاملة ليكم انتوما. نفس الحكار انا عملت متاع السميد هو نفسه متاع الفرينة. حطيت مغرفة ماهيش معبية سكر هكا كيما تشوفوا فيها، كيف باش نحط الكمية اللي نحب عليها انا متاع الملح. حطيت ما يقارب 50 مليلتر زيت زيتونة. حطيت الخميرة زادة كيف
شوفوا الخميرة تنجموا حتى نصف مغرفة يزي فيه البركة. الباكو هاكا فيه 11 جرام أظن، خليت منه راني ما حطيتوش كامل، يعني تنجموا تحطوا نصف مغرفة تكفي. به حطينا زيد الكركم هذايا، اللي يحب يخليه لونه أصفر، اللي ما يحبش عنده الحرية المطلقة. زيد حاجة أخرى نحب نقولها، راو اللي يحب يحط لفحات متاع الخبز يحط. الحقيقة أنا ما نحبش. ونحط الماء ملذذ، المتياد هذاك نخلط بيه كما تشوفوا. علاش صبيت الماء على السميد؟ على خاطر السميد هو فيها كل حبيبات، ماذا بينا نبداو بيه هو الاولاني باش تترخف الحبيبات وتطلق روحها. نتبعوا تتبيع، ما نصبوش الكل في الكل الماء كما تشوفوا. انا عيني ميزاني، وهذاك هو الحكار اللي صبيته متاع الماء، كملت به الاخر لحظة، يعني اللي صبيته قدامكم راني ما زدتش بعد. او نقعد نعجن العجينة متاعي ونلم حتى لين نكملها، ولازمني تكون العجينة طرية رطبة، يعني خاطرك الحبيبات متاع السميد هذوكم لازمهم يتحلوا. نلب الجناب الكل، ما تتغروش وتزيدوا تصبوا الماء، لا، راكم تنجموا قد ما تلموا تلقاو العجينة ما زلت ما شربتش الماء. دونك هذه العجينة متاعي بعد ما ارتابت، شوفوا مزيانها، حطيت لها شوية زيت وباش نخليها ونغطيها. تحبوا تحطوها في الساشي، تحبوا اللي مزروب يغطيها بالساشي ويغطي فوقها حاجات، واللي مش مزروب يخليها جوست الساشي كهوا، ولازم يحط لها الزيت باش ما تلصقش. اوكي، تويكا شفتوها ما شاء الله تضاعف الحجم نتاعها. نبل يدي بالزيت ونلمها من الجناب الكل، نحيلها نطيح لها الهواء اللي موجود فيها باش نجموا نخمروها للمرة الثانية. نحطها فوق الطابل دو ترافاي ونبدأ نقص في، يعني نحاول نقسمها على 2، باش نقصها على 2 باش ننجم ناخذ راحتي أكثر في العمل. توا تنجموا تقصوهم مكعابر بالسكينة وإلا بأي حاجة وإلا باليد كما هكا. أنا سيد النبي عربي، ونقعد نبرم فيها، نعمل الكعابر الكل بخاسك قد بعضهم، نحط شوية زيت وإلا نحط شوية سميد، ونبدأ نقدي عليه نحط عليه في الخبز. كملتهم الكل والله ما نعرفش نحسبهم مع بعضنا، يظهر لي 6 ولا 7 كعبورات. كل واحدة نبرمها هكاك، ونعمل الفوقاني الوجه متاعها بشوية زيت باش ما تشيحش، ونكملهم الكل كما تشوفوا فيهم ما شاء الله. الكيلو بريسك كيلو، هو كيلو وشوية. شوفوا قديش عمل من خبزة، يعني 7 كعابر متاع خبز. ومادامنا احنا قاعدين نكعبروا فيهم، ما ننساوش باش نقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذوما الخبزات نتاعنا، ومن بعد ناخذوا بالكعبة ونبداو نطلقوا فيهم كما هكا، نحلوا فيهم. الحلين يكون بكف اليد. بطبيعة الكبر الخبزة تحبوها سمينة تحبوها رهيفة، انتم الحرية ليكم. فما ناس تحب فيها البيبة، فما ناس اللي لا.
ديما نحب نخدم باليمين وشي ما نجمتش باليمين. ونهزهم نحطهم، تو بعد تشوفوني وين حطيتهم. فرشت لهم حاجة، حطيت عليها شوية سميد باش ما تلصقليش في قطعة القماش العجينة. وكل كعبة نكملها نهزها ونحطها غادي. وهذوما الخبيزات متاعي بعد ما غطيتهم وخمروا توا باش نقبهم شوية ونحطهم نهزهم يطيبوا في الفور. بعد ما طابوا هذوما الخبيزات متاعنا الاولانيين، حطيتهم على 220 درجة. عسوا عليهم، ما تخليوهمش باش ما يتصهدوش. ونعملهم بالماء كما شفتوني هكاكا. شوفوا ما شاء الله مصلي على النبي، راهم خفيف خفيف خفيف. وزعت منهم على جيراني ونغطي عليهم ونستنى البقية يكملوا يطيبوا كما شفتوهم لهنا. هاكا اللي يحب بالبنسو واللي يحب بالمنديلة كما هكايا يعملهم، يمسح لها الوجه نتاعها بالماء. علاش؟ باش تعطي اكل الكلا، هذاك هو علاش نمسحوها بالماء. شوفوا ما شاء الله خفيف. وهذوما الخبيزات متاعي غطيتهم باش يقعدوا طريين. الملوخيه كما قلت لكم نودكم ولا نشهيكم. وهذوما الخبز مصلي على النبي، صلي على النبي، اللي يذوقوا يقول لي مصابتك تبيع منه يعني. هذه الرسات اللي نستعملها في الخبز، هذه كيف كيف نفس الرسات اللي نستعملها في الملوخيه. ما بقى لي كان باش نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء. دمتم بخير أحبابي.